السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. عاملين ايه النهارده؟ 7 رجب. ايه الأخبار معاكم؟ بدأتوا في ورد القرآن ولا مواظبين على الذكر ولا ايه الأخبار؟ يا ريت تطمنوني عليكم، عاملين ايه؟ ويا ريت لو في أفكار عندكم قولولي. حتى لو صفحة واحدة من القرآن، حتى لو صفحة واحدة، انت يا دوبك بتلمي البذرة. كل ما بتعلي بيها اكتر، كل ما ربنا بيقف معاكي اكتر. تعال نعمل سؤالين النهاردة. متى تصلح الصلاة لمن لم يستقبل القبلة؟ يعني لو انت بمكان ومش عارفة القبلة دي بس انت اجتهدتي، يبقى تصلح الصلاة في حالتين بس. في حالة الخوف الشديد، يعني انت لو خايفة واضطريتي يعني ان انت بتصلي من صلاة الخوف، او التانية الصلاة في مكان تذهبي إليه أول مرة ما تعرفيش قبلته، بعد السؤال طبعا والاجتهاد فيه، ان انت اجتهدتي فتحت البوصلة وعملتي خلاص. طب ماذا على المجتهد إذا خلف القبلة؟ لو انت اجتهدتي وخلفت القبلة خلاص، المجتهد دون أن يعلم الاتجاه الصحيح فلا عيد، لا تعيد صلاتك، مفيش إعادة صلاتك، كده صلاتك إن شاء الله مقبولة عند رب العالمين. تمام. لو في اي اسئله عن الصلاه او الطهاره، انا هخلص بند الصلاه ان شاء الله عشان هو ده البند الصحيح لازم كلنا نعرفه. هنزل ان شاء الله بند الطهاره والحيض للنساء باذن الله. لو في اي سؤال، لو في اي حاجه عندكم، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك والاعجاب والنشر طبعا الفيديو. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.